في ناس كتير زعلت مني قوي لما قلت فكرة ان انت لازم لما انت رايح قعدة التعارف لازم تاخد معاك حاجة، واللي انت ما تدخلش بايدك فاضية، واللي انت لازم تروح وانت ايه معاك حاجة كده ايه كويسة يعني. تمام. ودخلوا بقى قالوا لي ازاي ومش ازاي، وانا كل لما اروح قعدة تعارف ولا ما كل لما اروح لواحدة هجيب لها حاجة وانا جاي، ده انا كده مش هخلص وهدفع كتير. هي الفكرة ان انت لما هتروح هناك وهتقعد معاهم هم هيضيفوك ولا مش هيضيفوك؟ يعني دلوقتي انت لما تروح قعدة التعارف دي وتروح تتعرف على البنت، هل مش هيقدموا لك حاجة؟ مش هيشربوك حاجة؟ مش هيأكلوك حاجة؟ يعني مش هيعملوا هتفضل قاعد كده قاعدين تبصوا لبعض؟ اكيد هيعزموا عليك بحاجات. فبالتالي تبقى انت داخل فاضي، وانت داخل معكش حاجة، والناس عازمة عليك والناس مدلعاك والكلام ده كله. غير كده بقى فكرة ان منظرك انت، شكلك انت، اسلوبك انت، طريقتك، ده لازم تبقى في اساسياتك. يا عم 500 جنيه 600 جنيه طز في الفلوس، المهم منظرك انت، انت اهم، شكلك اهم، منظرك اهم. فبالتالي ما تخليش حاجات تافهة زي دي تطلع منظرك وحش. قول لي بقى رأيك في التعليقات، متفق معايا ولا لأ؟